في زمن فيه الموهبة بتتدفن للأسف تحت تراب الفساد، ظهر حرفيا اسم هز قلوب كل المصريين وهو هيثم حسن، ابن مصر اللي فجر المفاجأة في مباراة ودية أمام منتخب السعودية واللي انتهت برباعية نضيفة مع الرأفة للفراعنة. ومن هنا بقى بدأت الحكاية. هيثم حسن لاعب مزدوج الجنسية، مولود في فرنسا يوم 8 فبراير سنة 2002، الأب مصري والأم تونسية، وبكده هو بيحمل الثلاث جنسيات الفرنسية والمصرية والتونسية. ده طبعا يحسب حسام حسن اللي بيتابع اللاعب من فتره، وبعد مفاوضات حصلت ما بينهم ادى اللاعب رغبته في الانضمام الى منتخب مصر. هيثم مثل مصر في مارس 2026 وشارك لاول مره مع المنتخب المصري ضد السعوديه. بيلعب حاليا في فرقه ريال اوفيدو الاسباني مركز جناح، وعقده ممتد لحد سنه 2027. ومن اول ظهور لهيثم فجاه بقى حديث كل بيت مصر، اداء ناري، سرعه ومهاره وروح قتاليه، وخلى الناس كلها تسال يا ترى في كام هيثم مدفون في نجوع وكفور مصر. لكن للاسف الكارثه عمرها ما كانت في قله المواهب، الكارثه الحقيقيه في الفساد الموجود في اتحاد الكوره، في المحسوبيه، في الناس اللي بتجري ورا المصالح والمطامع الشخصيه وتسيب المواهب الحقيقيه ممكن تضيع. نفس السيناريو اللي ممكن يحصل مع اللاعب حمزه عبد الكريم، اللاعب اللي بيلعب في برشلونه الرديف، يعني تحت الفريق الكبير على طول، وممكن يكون فخر لمصر كلها. هيثم حسن مش مجرد لاعب، ده مرايه كشفت منظومه فاشله بالكامل، منظومه مش بتحب مصر، منظومه بتنهش في احلام الشباب، وناس قاعده في مناصب ما تستحقش اللي هي تكون موجوده اصلا لانها مش محطوطه في مكانها المناسب. موهبه من عند ربنا، مش صناعه الناس ولاد الاغنياء ولا فرض على الناس. الموهبه لازم تتشاف، لازم تتنمى، لازم تاخد حقها ووضعها الطبيعي. لو فضلنا ندفن المواهب هنسيبوا الناس بالاحباط ونخسر جيل بالكامل. شكرا للسوشيال ميديا اللي دائما وابدا بتنسف المواهب الحقيقيه، تكشف ضعف المسؤولين اللي ما تستاهلش اماكنها. لازم نفتح عيوننا على كل مركز شباب نجع وكفر، لان مصر مليانه مواهب زي هيثم وحمزه، بس محتاجه منظومه بتحب مصر بجد، مش منظومه بتحب مصالحها الشخصيه. ترى بقى كام حد موهوب ما خدش فرصه علشان للاسف معهوش واسطه.